شوارع أوروبا صارت ساحة حرب، ظهر فيها جيل جديد من المجرمين ما عندهم رحمة ومنظمين بشكل خطير، اسمهم مافيا الموكرو، ونفوذهم واصل من هولندا لإسبانيا. تخصصهم المخدرات، شعارهم العنف. مافيا الموكرو مو عصابة عادية، دي شبكة متطورة بتشتغل بدقة عسكرية. أصولهم بترجع للمغرب وتحديدا منطقة الريف. المنطقة دي المعروفة بزراعة الحشيش صارت أرض خصبة للشباب الهاربين من الفقر وقلة الفرص. إغراء المال السريع وحياة الجريمة كان أقوى من كتير منهم. كونوا عصابات في البداية كانت صغيرة ومحلية، بس بسرعة تعلموا فن التنظيم والعنف وتطوروا لقوة كبيرة في عالم الجريمة الأوروبي. اسمهم الموكرو هو مصطلح دارج للمغاربة، لقب بيحملوه بكل فخر وتحدي. هولندا بسياساتها المتساهلة مع المخدرات وموانئها الصاخبة صارت وجهة رئيسية لمافيا الموكرو الناشئة. أمستردام، روتردام ومدن تانية بسرعة صارت مراكز للعصابات المغربية، ووفرت بوابة لدخول سوق المخدرات الأوروبي. مافيا الموكرو ثبتت نفسها بسرعة في بيئتها الجديدة، استغلوا قوانين المخدرات المتساهلة في هولندا وأنشأوا مقاهي الحشيش واستخدموها كواجهة لأنشطتهم الإجرامية، وكمان كونوا تحالفات مع منظمات إجرامية تانية مما وسع نطاقهم ونفوذهم. السلطات الهولندية اللي تفاجأت بقسوة وكفاءة مافيا الموكرو كافحت لاحتواء قوتهم المتزايدة. العصابات اللي بتشتغل بقانون الصمت وتستخدم العنف المفرط أثبتت صعوبة اختراقها ومقاضاتها. هولندا اللي كانت رمز للتسامح صارت بتتصارع مع العواقب غير المقصودة لسياساتها. الجزء الرابع، مشروع عابر للحدود، توسيع الإمبراطورية الإجرامية لتشمل بلجيكا. كانت هذه الخطوة جزءاً من خطة أكبر للسيطرة على تجارة المخدرات في أوروبا. طموح مافيا الموكرو ما كانش له حدود، كانوا يسعون دائماً لتوسيع نفوذهم وزيادة أرباحهم بأي وسيلة ممكنة. بعد ما ثبتوا عملياتهم في هولندا، وجهوا نظرهم لبلجيكا المجاورة. كانت بلجيكا بموقعها الجغرافي المثالي هدفاً مغرياً. أنتويرب بمينائها الضخم وموقعها الاستراتيجي صارت هدفهم التالي. الميناء كان بوابة رئيسية لدخول المخدرات إلى أوروبا. سلطات بلجيكا لقيت نفسها بتواجه نفس التحديات اللي واجهتها السلطات الهولندية. كانت الجرائم تتزايد بشكل ملحوظ. سيطرت مافيا الموكرو على تجارة الكوكايين اللي بتمر عبر ميناء أنتويرب زادت قوة يوم بعد يوم. كانت الشحنات تتزايد بشكل مستمر. نفوذهم اخترق قطاعات مختلفة من المجتمع وأدى لفساد المسؤولين ونشر الخوف في المجتمعات. كان الفساد يتغلغل في كل مكان. عمليات إطلاق النار والاختطاف وغيرها من الجرائم العنيفة زادت بشكل كبير مع تأكيد مافيا الموكرو لهيمنتها. كانت الشوارع تعج بالعنف. الحكومة البلجيكية ردت بزيادة جهود إنفاذ القانون، لكن جذور العصابة العميقة وعملياتها المعقدة جعلت منها خصماً هائلاً. كانت المعركة ضدهم صعبة وطويلة. المجتمعات المحلية بدأت تتخذ إجراءات لحماية نفسها، لكن الخوف كان يسيطر على الجميع. كانت الحياة اليومية تتغير بشكل كبير. التعاون الدولي بين قوات الشرطة أصبح ضرورياً لمواجهة هذا التهديد المتزايد. كانت الجهود المشتركة هي الأمل الوحيد للقضاء على هذه العصابة. رغم كل التحديات، كانت هناك أمل في المستقبل. كانت المجتمعات تعمل معاً لاستعادة السلام والأمان. الجزء الخامس، الصلة الإسبانية، شمس، رمال، وتجارة مخدرات مربحة. كوستا ديل سول بشواطئها الذهبية ومياهها الزرقاء الصافية كانت دائماً وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. إسبانيا بساحلها الطويل وقربها من المغرب كانت هدفاً طبيعياً لتوسع مافيا الموكرو. هذا الموقع الجغرافي الفريد جعلها نقطة عبور مثالية لتهريب المخدرات من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
كوستا ديل سول اللي كانت في يوم من الأيام جنة للسياح صارت ساحة معركة أخرى في سعيهم للسيطرة على تجارة المخدرات الأوروبية. الشواطئ التي كانت تعجب الحياة أصبحت الآن مسرحاً لجرائم عنيفة وصراعات بين العصابات. اندمجت مافيا الموكرو مع حشود رواد هذه المنطقة، وأقامت شركات واشترت فلن فاخرة واستثمرت في مشاريع قانونية لتبييض أموال المخدرات. هذه الاستثمارات جعلت من الصعب على السلطات تتبع الأنشطة غير القانونية. استغلوا حدود إسبانيا المليئة بالثغرات، واستخدموا الزوارق السريعة وسفن الصيد لتهريب كميات هائلة من الحشيش والكوكايين من المغرب. كانت هذه العمليات تتم في الليل لتجنب اكتشافها من قبل السلطات. السلطات الإسبانية اللي كانت بطيئة في بداية الأمر في الرد على الوجود المتزايد لمافيا الموكرو، سرعان ما أدركت حجم التهديد. بدأت في تعزيز دورياتها على الساحل وزيادة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية. كان نفوذ العصابة ينتشر كالنار في الهشيم، مما أدى إلى فساد المسؤولين والتسلل إلى الشركات وتأجيج موجة من الجريمة العنيفة. هذه الجرائم لم تقتصر على تهريب المخدرات فقط، بل شملت أيضاً عمليات اختطاف وابتزاز وقتل. الجزء السادس: اغتيال غاليسيا، تذكير وحشي بمدى نفوذ مافيا الموكرو. أرسل اغتيال مواطن إسباني بشكل وحشي في غاليسيا موجاً صدمة في جميع أنحاء البلاد. لم يكن أحد يتوقع أن تصل الجرأة إلى هذا الحد، حيث تم تنفيذ الجريمة في وضح النهار وأمام أعين الناس. الضحية رجل أعمال ليس له أي صلة واضحة بالجريمة المنظمة، قتل رمياً بالرصاص في وضح النهار. كان معروفاً بنزاهته وسمعته الطيبة في المجتمع، مما جعل الجريمة أكثر صدمة. كانت الرسالة واضحة: لا أحد في مأمن من بطش المافيا، حتى الأبرياء. إن نفوذ مافيا الموكرو يمتد إلى ما هو أبعد من شواطئ كوستا ديل سول المشمسة. لقد أثبتوا أنهم قادرون على الوصول إلى أي مكان في إسبانيا، مما يثير القلق والخوف في نفوس المواطنين. هذا العمل الصارخ من أعمال العنف حطم أي أوهام بأن أنشطة مافيا الموكرو تقتصر على تجارة المخدرات، بل إنهم مستعدون لاستخدام العنف الشديد لتحقيق أهدافهم. لقد كشف عن استعدادهم لاستخدام العنف المتطرف لحماية مصالحهم والتخلص من أي شخص يعتبرونه تهديداً. لا يهمهم من يكون الضحية، طالما أنهم يرسلون رسالة قوية إلى الجميع. كان اغتيال غاليسيا نقطة تحول في كفاح إسبانيا ضد مافيا الموكرو. لقد أدركت السلطات أن التهديد أكبر مما كانوا يتصورون. الغضب العام من جريمة القتل مارس ضغطاً هائلاً على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة. خرج الناس إلى الشوارع مطالبين بالعدالة والأمان. السلطات الإسبانية اللي أدركت أنها تواجه عدواً هائلاً تعهدت بتفكيك شبكة مافيا الموكرو. بدأت سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة في محاولة للقبض على أفراد العصابة وتقديمهم للعدالة. ومع ذلك فإن الطريق إلى القضاء على هذه الشبكة الإجرامية لا يزال طويلاً وصعباً. التحديات كبيرة، لكن الأمل في تحقيق العدالة لا يزال قائماً. في النهاية يبقى الأمل في أن يتمكن المجتمع من الوقوف معاً ضد هذا العنف، وأن تكون ذكرى الضحية دافعاً لمزيد من الوحدة والتضامن.